صباح الفل عليكم، صباح الخير، صباح السعادة، صباح الهنا يا رب. احنا طبعا كلنا كده ده موسم التين الشوكي، واحنا الصراحة كلنا من عشاق التين الشوكي. فانا كده انا ده جاي لي برضو تين شوكي كتير كده اهوت، وده قفصية كمان اهيت. ما شاء الله، اللهم صل على النبي، ربنا يبارك يعني يا رب. بالصلاة على النبي، احنا النهاردة هنشوف احنا هنقشره ازاي من غير ما يشكوكنا ولا اي حاجة. عادي بنمسكه كده اهوت، يعني بيبقى فيه بعد شوكة او حاجة، بس عشان نقشره طبعا مش هنقشره كده. فانا اخدت من هنا شوية، حطيتهم في بلاستيكة كده في مية علشان نعرف نقشره كده. يلا بينا نشوف احنا هنقشر التين الشوكي ده هوت ازاي. حبايبي بقى اللي بيحبوا التين الشوكي كده زي حالاتي انا كده، ده حطاه في بلاستيكة بقاله حوالي يعني ساعة، عشان الشوكة بتاعته تموت كده اهوت، ما يبقاش فيه شوكة ونعرف نمسكه زي ما انتم شايفين كده اهوت. فانا حطيت شوية كده محترمين في البلاستيكة بقاله شوية كده. احنا خلاص هنقشر اهوت. كلنا طبعا بنعشق التين الشوكي وبنموت فيه بصراحة، احنا بنستنى الموسم بتاعه اهيت. وكده طلعت اهي سليمة من غير ولا اي حاجة. تمام، هنكمل ودي نعمل كمان واحدة معاكم كده من فوق اهوت. نقشر ونفتح كده من الجنب فتحة كده كويسة توصل القشرة بحالها، وهنعمل كده اهوت. جميل يا جماعة، جميل جميل جميل. التين الشوكي ده احنا بنعشقه التين الشوكي ده كده، بنستناه من السنة للسنة ونستنى موسمه. وبصراحة اعتقد ان هي احسن فاكهة، يعني ما بتاخدش مبيدات ولا اي حاجة اهيت. كده كمان حاجة جميلة خالص. احنا كمان جايلنا صبح وفريش اهوت، فعشان كده بتقطع بسهولة وبيطلع الواحدة سليمة. تمام كده. خلاص كده الواحد كده لو هو مبلوك كده عادي نقشر منه كمية كبيرة، في وقت قصير خالص. ما عنديش مشاكل ان شاء الله يعني معاه. ما شاء الله اهوت كده كده. هنخلص بقى معاكم كل الكمية الجميلة ديت. هو خلاص بدل ما حطيناه في مية كده مفيش مشاكل من الشوك بتاعه، فكده خلاص اهوت. خلاص نقشر كده اكتر كمية في اقل وقت ممكن. تمام، هنخلص بقى كل الكمية ديت ونرجع لكم تاني. وبكده انا خلصت كل كمية التين بسرعة يعني، ولو اكتر من كده، ولو قفص كبير كنت خلصته بسرعة بالطريقة ديت. بسم الله ما شاء الله، اللون بتاعه جميل كده اهوت، احمر خالص كده، طيب على ابوه طيب مكانه يعني، وطعمه جميل. هو كده بس محتاج يدخل التلاجة، وعلى الاكل طبعا احنا مصبرناش عليه لما يدخل التلاجة، فاحنا اكلنا منه واللي اتفضل احنا هنحطه في التلاجة لما كده ناكل منه وبألف هنا وشفا يا رب. وجربوا لو هتقشروا تين في البيت بالطريقة ديت هتعجبكم ان شاء الله.